لان دلوقتي كل حاجه في اماكن كتير بره العالم بقت تكنولوجي بس. يعني نروح مثلا الصين واليابان، مم. 80% من الحاجات دلوقتي كلها اوتوميتد، الدليفريز، العربيات، المطاعم، كل حاجه بقت اوتوميتد. اي وظيفه. بالظبط. الدكتور الدكتور ال- المهندسين دلوقتي بقى طبعا. في ريبليكانس. والحاجات اللي بقى عليها طلب قوي، المهندسين اللي شغالين على الروبوتس دي، الناس اللي بتبروديوس روبوتس دي، بروجرامرز والاي طبعا. اي. النهارده معانا رحله طويله من الكفاح والمغامرات، هنسمعها من شاب جميل. براء، ازيك؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. براء، عرفني بنفسك، عندك كام سنه وسنه؟ انا بره جامعه، عندي 17 سنه، جريد 12 امريكان. وبدات عامه التكنولوجي والروبوتكس من وانا عندي 4 سنين تقريبا. 4 سنين بس يا براء. انا فاكر ان انت عندك 4 سنين، انا فاكر اليوم اللي انت ابتديت فيه بالذات، وكانت مامتك كانت جت وقالت ان انا ابني مميز والاي كيو بتاعه كان عالي، ساعتها وكان فعلا. سألتني اعمل ايه وايه بتاع، وقعدت معاها ورسمنا خريطة طريق كده. في الرحلة بقى الطويلة بتاعتك دي من 4 سنين ل 17 سنة، يعني عندنا 13 سنة. آه. حابك تحكي لي كده ايه اللي انت اتعلمته وايه اللي اتغير في حياتك، والمسابقات اللي انت دخلتها وانت فين دلوقتي. في الاول طبعا اتعلمت تكنيكال سكيلز كتير، سواء من بروجرامنج، ديزايننج، كل الكلام ده، كل التكنولوجي. ولكن ما اكتشفتش ان دي اهم سكيلز. اكتشفت ان بالذات لما تتحط في تيمز حاجات كده، التيم ورك والسوفت سكيلز عامه مهمه جدا. زي ان انت حتى لو هتبقى ليدر جوه التيم بتاعك في تاسك معين، مع التكنيكال سكيلز بقى بروجرامنج بقيت بستخدم سي شارب وجافا وبايثون. وفي الاول كنت بتعلم على اي في 3، ففهمت عامه السودو كودز والبروجرامنج باي بلوكس والكلام ده كله. ومؤخرا بقى كبرت شويه، بدأنا ناخد ديزايننج حاجات شبه سوليد ووركس، وفضلت نكمل في الديزايننج شويه لحد ما وصلت السيرتيفيكت سوليد ووركس سيرتيفايد اكسبرت. والمسابقات زمان طبعا كنا ايام ما كنت في تكنو كنت بشتغل اف ال ال وجونيور اف ال ال، ودخلنا روبو فاست وسافرنا في 2019 في الروبو فاست روبو العالم. وورد بطولة العالم فلورنس. عملت ايه هناك؟ خدنا اول عالم ما شاء الله. في الجونيور روبوتس. كان بروجكت بتاعنا سيمبل جدا، يعني كان المفروض ان الروبوت بيعمل حاجه فنيه. تمام. كنا عاملين روبوت بيعزف على اكسلفون، بس كانوا 2 روبوتس في وش بعض، وكنا بنخليهم يكومينيكيتوا وايرلس، فكانت فكره لذيذه ان يحصل كوميونيكيشن وكده. بعد كده كوفيد جه. فكنت عايز اركز في مسابقه شبه الار او في. الار او في مسابقه ان انت بتعمل سب مارين او اندر ووتر روبوت يشتغل. بعد كورونا على طول سافرت سنة ار او في مع سنتر ورجعت، واكتشفت ان اغلب التيمز هناك واغلب الناس هناك مش انتيتيز، ممكن تبقى اندبندنت تيمز، تيم لوحده. فبدات ادور ورا البيزنس موديل ده شويه، وكان الهدف ان انا ابدا حاجه كده. وبالفعل بدانا اوفر فلو روبوتكس في 2021 شهر 8. 21. 2021 دي كانت اول سنه. لحد ما في منتور باشمهندس معاذ جه كلمته، قلت له معلش محتاج كام حاجه. هو حرفيا جاي يا دوبك ادانا كام بوينت كده نعملها، وشغلنا الار او في ونزلنا الريجنال ايفنت وخدنا تاني اول سنه. بعدها بيوم حرفيا بدانا شغل تاني، وبدات اشوف ايه المشكله. اكتشفت ان انت محتاج يبقى عندك مانجمنت سيستم فعليا، لازم يبقى حد ماسك الفاينانسز، كل الكلام ده لازم تبقى مكانك بيزنس او كانك اندبندنت تيم يعني. واشتغلنا بقى من اول هنا في السيزون 2023 24 25، كسبنا 3 سنين ورا بعض. وسافرنا 2024 في الانترناشونال. كانت اول سفريه طبعا فيري ان اكسبيرينس فيها، ما مشيتش كويس خالص. بس الحمد لله السنه اللي فاتت 2025 احنا كان عندنا هاي ستيكس، كنا متوقعين حاجه احسن بكتير. الحمد لله طلعنا يعتبر توب 10 العالم السنه اللي فاتت من وسط ما 60 شاء الله. 70 فريق. كان في امال اكتر لتوب 5، ولكن احنا بنغلط. ودي من الحاجات اللي يمكن بحس من اكتر حاجات المسابقات الروبوتكس عامه متعلمها، ان there is always next year. لو ما كسبتش السنه دي هتكسب السنه الجايه، لو ما كسبتش هل السنه المكسب الجايه. هو اي نعم طبعا كلنا بنروح اه عشان نكسب وننافس وكده، لكن المكسب الحقيقي في اللي انت مش وصلت له الجايزه. والعلم اللي انت المكسب اتعلمته في المكسب السنين دي كلها يعني. المكسب مش الجايزه، ومش ان طبعا. انت تكسب التروفي خالص. طبعا. الفكره في الجيرني نفسها، في طبعا. التكنيكال سكيلز اللي هتاخدها، وفي السوفت سكيلز اللي هتاخدها، وفي الناس اللي هتعرفها والكونكشنز اللي هتطلع بيها. لان بعد كده الكونكشنز دي هتفيدك عامه في حياتك لو محتاج بروجكت او كده. وكل السكيلز اللي انت بتتعلمها دي لما تيجي تشتغل في شركه، هتلاقي ان واحد لو كان حياته اكاديميكلي بس، هو في المدرسه وفي الكليه وبس كده،
انت احسن منه في جزئيه انك تشتغل في تيمز، او ان انت تقدر تكسكيوت بروجكت معين، او ان انت تاخد تاسكس. الناس اللي بتشتغل في تيمز عامه بالذات في جزئيه التكنولوجي لو هو مكمل في هندسه، بحيث ان هم دايما السوفت سكيلز بتاعتهم كويسه جدا، وهو اصلا بيبقى شاطر في حته شبه الروبوتكس او في حته البروجرامينج او في حته الالكترونكس وهكذا يعني. فرق في شخصيتك وحياتك كتير عن اي حد تاني في المدرسه معاك في اه سنك طبعا. وما عاش الرحله دي؟ اه طبعا فرق كتير. عامة لما بتقابل ناس، يعني لما جيت قابلت حضرتك وشفت المكان، شفت حاجة، حضرتك كنت من الأسباب اللي هو لأ تعال نجرب. رحت قابلت حد تاني قال لي تعال نجرب، وهكذا. فواحدة واحدة بدأت إن هو الموضوع حلو. انت سافرت بره في مسابقات كتير، مهم. بلاد ايه اللي انت سافرتها؟ رحنا البطولة العربية في قطر والكويت سومو، وأمريكا 3 مرات، أمريكا مرتين في الأوروفي ومرة في الروبو فاست. أوروبا فاست، وسافرت كمان، ومره كنت في معسكر مرة كنا في فلورنس في تك. لورنس في معسكر صيفي في الجامعه هناك. ايه الفرق بين اللي انت مسافر في مسابقه وان انت رايح قاعد بتدرس في معسكر في جامعه هناك؟ المعسكر عامة كانت تجربة مور ان انت بتاخد اكسبيرينس ان انت طالب في جامعة حرفيا. انت بتصحى الصبح، دورم لايف، انت قاعد في الدورمز عندهم، حد بيصحيك، ماشي على سكادولز، عندك كلاسز، كل الكلام ده. كانت اكسبيرينس جديدة جدا ما فيهاش ستريس. ايه. ما فيهاش ستريس. اه ما فيهاش ستريس الصراحه. وكانت اكسبيرينس كويسه ان انت اتعاملت مع الدكتورز، خدت كونكشنز، شفت بقى الكولج لايف عامه عامله ازاي وانت عندك 17 16 سنه، وكان في ناس كمان في عندها 14 في المعسكر. مظبوط. فكانت اكسبيرينس كويسه. لكن كمسابقه عندك ترايل تاني يوم الصبح، عندك ران لازم تركز في حاجه، خصوصا ان احنا لما بنبقى مسافرين مش دايما الكومبوننتس بتاعتنا توصل كويسه، دايما احيانا في حاجات مكسره، حاجات مفكوكه لازم تركب، فتبقى الوقت مزنوق جدا طبعا. اتنين اكسبيرينس مختلفين جدا عن بعض. طب في المسابقات لما بتروح انت بالتيم بتاعك وبتدخل في بتشوف بقى البلاد المختلفة اللي التانية اللي جاية، مصر فين من التكنولوجي اللي موجودة في الفرق التانية اللي انت بتشوفها؟ بحس ان عادي يعني، دايما حتى لما بنسافر بحس ان في تيمز في مصر بتعمل ريزلتس كويسه جدا، وكتكس احنا قريبين. احيانا بتفرق مثلا كريسورسز، ككومبوننتس، الانافيلابيلتي اللي موجوده في مصر احيانا في حاجات معينه مش بتبقى افضل حاجه، لكن عامه كفكر وككرياتيفيتي فاحنا احيانا بنبقى احسن منهم كمان في حاجات معينه. شايف ايه اللي احنا المفروض نطوره عندنا علشان يعني نعدي الناس دي؟ مايند سيت. شايف ان الناس لازم تقتنع ان احنا نقدر نعمل كده. لو حد حاطط في دماغه ان هو في تيمز بره احسن وفي تيمز هي اللي هتكسب وكده، فهو اوريدي خلاص هو حط مظبوط. طلع نفسه من الموضوع. لكن لو حط في دماغه ان انا اي كان، حتى هو هيبدا يفكر للموضوع، هيبدا يدور ان هو ياخد نولج جديد، هريسيرش، هسيلف ليرن حاجات جديده، هبقى انا شخصيا بطور من السكيلز بتاعتي عشان انا شايف ان اقدر اكسب ده، او اقدر اوصل ببرودكت. لو عندي تسليم معين اقدر اوصل ببروجكت احسن او كده. استكمالا يا براء للي انت بتقوله ده، لما بسافر مع فرق مصريه وبروح المسابقات العالميه وبحضر مسابقات عالميه كتير، بتشغلني اكتر من الفريق المصري ان انا بشوف الفرق التانية عامله ايه، شكل الروبوتات بتاعتهم ايه، امكانياتهم ايه، تعاملهم مع بعض عامل ازاي. بشوف ان الجانب ال ال الترفيهي والحياتهم، هم رايحين يتبسطوا ورايحين يحتفلوا باللي هم اتعلموه. بالظبط. مفيش الاسترس اللي احنا بنروح بيه ده تماما يعني. وطريقه ادائهم في البرزنتيشن، احنا عندنا برزنتيشن سكيلز رائعه جدا بالظبط. بس فورمال بزياده. هم الدنيا فك عندهم شويه يعني، الولاد ما عندهمش التكلف او الطلاب بتوعنا ممتازين جدا. طيب ده بالنسبه للمسابقات. بالنسبه لما رحت الجامعه، الطالب المصري بقى والطلاب الامريكان، احنا برضو فين بيننا وبين بعض؟ وهل الطالب المصري هل ممكن يوصل يبقى في حد تاني ان شاء الله تكون مثلا زويل تاني موجود في امريكا؟ بحس المشكله الفرق التعود، هو متعود على الحاجه دي، او هو دماغه خدت خلاص على اللايف ستايل ده او طريقه التفكير دي. يعني اغلب الناس هناك كانت متعوده على موضوع الدورم لايف. احنا كانت اغلب الناس، كل الناس المصريه كانت بالنسبه لها دي اول مره. لما كنا بنيجي نشتغل على بروجكتس معينه في الكلاسز، هو متعود انه واخد تاسك ليست معينه، عنده بوينت 2 3 يخرجوا منها وهكذا. بس لما بتاخد الجايدنس صح وبنتحط على التراك الصح، بحس ان لا احنا نقدر نطلع نفس البرودكتس اللي هم يطلعوا عادي. السنتين اللي احنا رحنا فيهم لورنس تك بالجروبس بتاعنا،
انا شفت ان الطلاب بتوعنا فعلا مميزين عن الطلاب من الجنسيات التانية اللي كانت بالظبط. موجوده. م. والبيس اللي انتم مسافرين بيه من العلم اللي انتم خدتوه في المرحله اللي انتم عشتوها م. بره ما عملوهاش مهم. فعلا يعني. فانت اللي اشتغل من وهو عنده 4 سنين في مجال التكنولوجي وراح هناك، الدراسه بتاعته مختلفه تماما عن اللي هو لسه ما ابتداش في حياته. بيبقى عنده اكسبيرينس كتيرة، خصوصا ان موضوع التكنولوجي هناك بيدرس مثلا في الهاي سكول من اول جريد 9 10 اللي هو 15 16 14 15 سنة تقريبا. فبحس ان هو بياخد نولج برضه وبيتعلم بعد وي كده وي بتدرس بس لو حد بدأ وهو عنده 4 سنين غير واحد بدأ عنده اكيد. 15 سنة. طيب، شايف بقى احنا رايحين على فين؟ يعني براء، انت وصلت المرحله دلوقتي ما شاء الله عليك يعني، وربنا يبارك لك وتكمل في مستقبل رائع يعني. شايف اللي جاي شكله عامل ازاي؟ وانت بقيه الرود ماب بتاعتك، خريطه الطريق اللي انت ماشي بيها، مهم. ناوي تكمل ازاي؟ شايف ان من الجزئيات المهمة جزئية ان ابدأ انقل الحاجات اللي انا اتعلمتها للاجيال الاصغر مني، يعني رائع. الناس الصغيرة، مش الناس الصغيرة قوي لكن عامة الاكسبيرينس اللي احنا بناخدها بالذات لما بنسافر لما بنشارك. مش كل الناس تقدر ان هي مثلا، مش كل الناس بدأت عندها 4 سنين، ومش كل الناس دخلت كمية الكومبيتيشنز دي. فابدأ ان انقل الاكسبيرينس دي سواء انا والشباب اللي معايا كلهم. دي حاجة مهمة. مش كل الناس مركزة في التكنيكال سكيلز بتاعة الار او في مثلا او في مسابقات ادفانسد. ففي ناس بتدور على الحاجات دي. اغلب الناس اللي زينا اغلبهم تيمز كلية، مم. لازم تبقى طالب كلية في كلية معينة قسم معين والحاجات دي كلها. لكن انا عايز اوفر الموضوع ده للناس كلها، لازم الموضوع كل الناس تستفيد، كل الناس تتعلم. الموضوع ده مهم. ده كلام رائع جدا، ان احنا نعمل اويرنس، وان احنا نخلق جيل جديد من الاطفال بالظبط. يتعلموا تكنولوجي، لان اللي جاي كل حاجة. ما ينفعش ما اه يبقاش بيتعلم فيه تكنولوجي. آه، حابب تقول ايه للاولياء الامور اللي هم اولادهم لغايه دلوقتي عندهم مثلا 10 سنين ولا حاجه وما دخلهمش مجال التكنولوجي؟ لازم يدخل حتى لو عنده 10 11، هو مش متأخر، عمره ما يكون متأخر، بس لازم يبدأ. وانس ان هو بدأ يتعود على الموضوع هو هيحبه ويعوز يكمل فيه. لان دلوقتي كل حاجة في اماكن كتير بره العالم بقت تكنولوجي بس. يعني نروح مثلا الصين واليابان، مم. 80% من الحاجات دلوقتي كلها اوتوميتد. الدليفريز، العربيات، المطاعم، كل حاجة بقت اوتوميتد. اي وظيفه. بالظبط. الدكتور الدكتور المهندسين دلوقتي بقى طبعا. في ريبليكانس. والحاجات اللي بقى عليها طلب قوي المهندسين اللي شغالين على الروبوتس دي، الناس اللي بتبروديوسرز بروجرامرز والاي اي. البيزنس عباره عن دلوقتي اي اي تكنولوجي. وسوفت وير. اه طبعا، لا يعني كل المشاريع اللي ممكن تكسب وتجيب فلوس دلوقتي تك. كلها تك. مم. يعني بقت اهم من البترول واهم من اي حاجه مم. تانية ممكن انت حابب تطلع ايه يا براء، وراسم مستقبلك اللي جاي ازاي؟ ان شاء الله ناوي الكولج بتاعتي تبقى بره مصر، وبعدها ناوي اكمل في جزئية ان اعلم الناس. يعني ان شاء الله تبقى حاجة كبيرة سواء بنفس اوفر فلو دلوقتي او بحاجة تانية، ولكن ان شاء الله انا متأكد ان شباب هنقدر ان احنا نكمل بقى لنا 4 سنين، فنقدر ان احنا نكمل اكتر من كده مع ان بعض. شاء الله. بسايد ان انا يعني انا عايز اتخصص روبوتكس وميكانيكال انجينيرنج. بس هل في تراك معين؟ هو بالنسبه لي ان انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا هفضل اكمل الحاجه اللي انا بعملها، ان انا اعلم الناس وادخل في الروبوتكس. بسايد كده مفيش حاجه معينه يعني ثابت عليها. الرحله بتاعتك ال 13 سنه دول، شايف ان التكنولوجيا اختلفت فيها؟ اه طبعا. ايه يعني اختلفت من فيها؟ سنتين مثلا ما كناش نسمع عن حاجه اسمها اي اي. تمام. دلوقتي بقى في ترند كبير اي اي، والناس كلها، في ناس كتير بقى بتستخدمه. وتقريبا دخل في الديلي لايف بتاعت الناس كلها. دلوقتي انت بتستخدم تشات جي بي تي، ناس بتدور بتعمل ريسيرش بيه، ناس بتذاكر بيه. في اي موديلز تانية بتعمل حاجات اكتر من كده. اوفر فلو بقى، هل اتطورت من خلال الاي اي ولا لا؟ اه طبعا. يعني ايه بقى في يعني احنا لما كنا بنريسيرش على حاجه بتفتح كذا ويب سايت وتاخد كذا ريسورس وكده. دلوقتي تقدر ان انت تكتب البرومبت بتاعك للتشات جي بي تي، هو يطلع لك او الاي اي موديل، هو يطلع لك الدنيا كلها. شايف بقى احنا رايحين على فين في الاي اي؟ شايف ان هو هيشغل حاجات كتير قوي، خصوصا ان في موديلز دلوقتي الاي اي بقى بيعلم نفسه وبقى بيتطور. انا شخصيا بستخدمه في حاجات لما بعوز اعمل ديزاينز وبتاع. لو في دايمنشنز كتير مش قادر احسبها بدخل له كل برومبس هو بيكتبها. فهو حاسس ان هو هيشتغل اكتر برضو مع الناس اللي شغاله في بيزنس مثلا، يقدر يساعدهم في مانجمنت، في سكادولز، في الكلام ده كله. فالاي اي عامه في خلال ال4 سنين جايين انا حاسس ان هو هيتيك اوفر حاجات كتير قوي، وهيساعد ناس كتير قوي في شغلها. تمام. حابب انت تسال الاي اي حاجه ولا هو اللي يسالك حاجه؟ يسالنا. حلو جدا. طيب يا براء، اولا مبروك على كل الانجازات اللي حققتها، وواضح انك ما شاء الله عليك مميز جدا. سؤالي ليك هيكون
ايه اكتر تحدي واجهته وانت بتشتغل على مشروع اوفرفلو، وازاي قدرت تتغلب عليه او تتعلم منه؟ بحب اسمع دايما عن التجارب اللي بتشكل طريقة تفكيرك. سؤال حلو الصراحة. أول حاجة بالذات أول سنة كان صعب جدا إن أنا ألاقي ناس عايزة تعمل كده معايا. فموضوع البداية إن إحنا نجيب تيم ونبدأ الموضوع، كانت دي أصعب حاجة إن أنا ألاقي 8 مثلا يعملوها. وبعد كده السنة التانية، الجيل بتاع السنة التانية أحمد ويوسف وكريم وحمزة وإياد وصديق، حضرتك عارف أغلبهم يعني كانوا في تكنو برضو. الناس دي موجودة لحد دلوقتي، ودول اللي خلقوا الباشن اللي بقى بيخلي الناس التانية متحمسة نفس الحماس إن هي تخش الأوفر فلو وتكمل معانا في حاجات كده وكده. شكرا انك شاركتنا تجربتك، واتمنى لك دايما مزيد من النجاح والتوفيق في كل اللي جاي. إن شاء الله. شكرا. انا استمتعت معاك بجد في حلقة جميلة دي، ما شاء الله، فرحان بكل انجازاتك اللي انت عملتها وما الفيلم كله بيعدي قدامي من اول ما كنت 4 سنين اول مرة شفتك لغاية دلوقتي. حاجة تفرح بجد والله. شكرا جدا. ما شاء الله عليك، ويا رب شباب مصر كلهم يكونوا إن شبهك. شاء الله. شكرا يا براء، شكرا الف شكر لحضرتك. لك. ميرسي.